نطالب من الدوله من جلاله الملك انه يحقق لنا الملف المطلبي ديالنا. سي كوم سا، سيتي كوم سا. الحراك ها كيفاش جا الحراك؟ ما فيها فكر انفصالي، ما فيها فكر هذيك ولا هذيك. داكور. دونك هذا السيد اللي كان في حركه انفصاليه، اصلا حنا هذاك الوقت كان يدور عندنا المقطع تاع ناصر الزفزافي اللي هاجم فيه الجنرالات. هذاك كان في السنوات هذيك، هذاك دار عندنا بزاف حنايا. اكزاكتومون. دونك سي بوغ سا انا كنقول لك شوقي، يعني الحركه دابا لولا يعني لو كان فيه شي فكر ديال الانفصال ولا شي حاجه، والله ما يخرجوا معنا يعني ذاك الكميه ديال الريافه اللي خرجوا في المنطقه ديال الريف. انا بعدا ما نخرج، انا كنهضر على راسي، اش باغل بوغ موا ميم. انا ما نخرجش واحد الحركه انفصاليه، خرجت لانما فعلا احزاب سياسيه ديال المنطقه ولاد المنطقه ما خدموش البلاد. سي لا فيغيتي. مي فوالا الميزانيه ما كيخدموش بها مزيان، المشاريع يعني تبلوكاو 5 ما داروشي طنطا خرجنا ملي خرجنا نطلبوا هذه المطالب. ولكن انا الموضوع ديالي على هذا السيد، يعني كان في الحركه الامازيغيه، خان الحركه الامازيغيه انخرط في 18 اكتوبر اللي هو حزب انفصالي. من بعد يعني باش هو يعطي راسو الشرعيه، لان ما ذاك الوقت كان رفضوا هذه التوجهات الانفصاليه، كان رفضوا. اشنو دار هو؟ حيد الفيستا ديالو ديال الانفصالي ودخل في الحراك. ملي دخل في الحراك كان كيهاجم هذا سعيد شعب، كيهاجمو، كيسب فيه، كيسب في سعيد شعب. كيديروا لي الضغط وانا مع المطالب ديال خوتنا. اوكي، وعندي هنايا الدليل اخويا شوقي بان ما هذا السيد هذا اسمع ها كيفاش عرفتني يا جابر الغديوي. اسمع خميني وذالي واشيني نسقع فمي. قال لك حنايا الاخوان الناس كيديروا فينا الثقه، راه غادي نهضروا على الحراك. الا قالوا لنا الناس الدراري نطلعوا السقف غادي نطلعوه، وإلا ما قالوناش ما نطلعوش السقف. اسمع الاستقلال نعم لتقرير المصير اقوم العبد يتغيرني دم الزوار. قال ليه انا يعني نهار الا قالوا لنا الدراري اللي في الحبس يعني نعم للانفصال، يعني هنايا دليل بان ما هو كيستعرف براسو بان ما راه الحراك ماشي انفصالي. قال لك في حاله الا قالوا لنا الدراري نعم للانفصال، نعم لهذيك، قال لهم اول شخص انا نقول نعم للانفصال. يعني هو كان كيوهم الناس اللي كانوا كيتبعوه. انا ما بقيتش انفصالي، راه حنايا هذيك مي ها كيفاش يعني ها الخطابات اللي كان كيعطي في الاول يعني كان ضد، يعني كان كيرفض الانفصال ملي دخل في الحراك، وما انا ما كنتش كنعرف الماضي ديالو. ولكن نهار يتما خصها نحاول خيتنا خيت جنبي هذه الحبوسه. قال لهم اما انا الاخوان خصنا نحاولوا على خوتنا اللي راهم في السجون. يعني هو كان كان كيعطي واحد الخطاب يعني ضد الانفصال. بصح باش نفهم عثمان، هو كي كان يقول في الكلام هذا اللي رانا نسمعوا فيه، هو كان من قبل هذا الكلام كان ديجا راه متبني المشروع، برك كان يتظاهر بانه ماهوش متبني. هذه هي اللي فهمتها انا. راه هو سان اوبورتونيست، هو فين كيمشي فين كان الميزان القوه. ملي كانت الحركه الامازيغيه كان في المغرب، كانت الحركه الامازيغيه قويه دخل فيها، وهو كان كيبين راسو. ملي جا اوروبا شاف سعيد شعو نظم واحد المؤسسه ديال 18 سبتمبر اللي هي كتهضر على الانفصال، انخرط معاها. ولكن داك سعيد شعو ملي جا الحراك عدمو هذه الحركه الانفصاليه. هذه تاع 18 هذه وقتاش واش من سنه ابوبخي اللي بدات هي؟ هذه ابوبخي 2015 باغ لا 2014 قبل الحراك. هذه قبل الحراك. راه كاين لا دات هنايا واقيلا نو 2014 21 مارس 2014 تأسيس ديال 18 سبتمبر 2014. الحراك جا في 2016 يعني عامين قبل. تا كومبري او با؟ في هولندا هي بدا كل شيء في هولندا، تما المجموعه هذه كانوا في هولندا. اكزاكتومون. دونك هنايا هو ملي جا خان ضرب في الحركه الامازيغيه، انخرط في واحد الحركه انفصاليه. اوكي مزيان. ولكن ملي جا الحراك قوي على هذه الحركات الانفصاليه خرج منه، انخرط في الحراك اللي هو حراك وطني مغربي مغاربه، وهو تبرأ من هذه الحركه. راه فين يتسمى هذا السيد هذا ما كيحشم ما كيستحيا، هو مع القوي. فهمتي اخويا شوقي؟
ما هما على اساس الفكره هذو الجماعه هذو اللي داروا الحركه هذه لما جا حرك الريف حبوا يندسوا فيه لكن باسم انهم ما همش انفصاليين، تسمع حبوا يلعبوا. هاد سعيد شعو هو راسو عزل راسو، قال لي يا ودي الشباب ديال الريف خرجوا يطلبوا بالحقوق ديالهم، حنايا نعزلوا روسنا باش ما نشكلولوش عليهم يعني شي تهمه ولا شي حاجه، نعزل راسو. ولكن هذاك المنداس هذاك دخل في الحراك، هذاك دخل انخرط في الحراك، ضرب في الجمعيه ديال 18 سبتمبر. واصلا سعيد شعو دار عليه بيان ملي مشى الجزائر، وعندي البيان ديال سعيد شعو على هذا. دابا سعيد شعو هو المؤسس، يعني السميه ديالها هي الاولى، هو سعيد شعو هو هنا. وهذا سعيد شعو راه دار عليه البيان. عنده هذا سعيد شعو عنده علاقات مع الجزائر ولا عمره ما راح؟ عنده زيارات؟ لا راه كاين واحد البيان الاستاذه، شوف البيان في الصفحه الرسميه ديال سعيد شعو s'il te plaît. اوكي regarde si tu peux le trouver vite fait. اقرا لنا اشنو دار البيان عليه هذا يعني نهار اللي مشى الجزائر. راه عندك البيان عثمان. مي مو جو لي با لاغاب موا زعما قلت غير باش تبينوا تما انا غندوزو. je sais pas si je peux ou pas. Attends. ها هو سي سوي لا نو كتقرا شوف كاينين بزاف. انا غنقراه ما عرفتش شنو واش هو هذا ولا ماشي هو هذا. حركه 18 سبتمبر هو هذا. أن اسم منتزع ما يسمى بالحزب الوطني الريفي قد أقحم اسم رئيس حركة 18 سبتمبر في أكاذيبه وادعاءاته المسمومة ضد المغاربة والريفيين، وتمادى في غيه وانبطاحه وارتمائه المكشوف في يد نظام العسكر في الجزائر. هذا النظام الذي لم يخفي يوما عداءه للمغرب ومخططاته للنيل من وحدته الترابية. فإن حركة 18 سبتمبر توضح للرأي العام الوطني والدولي وتؤكد بصفة خاصة لأبناء الريف إن ما يسمى بالحزب الوطني الريفي قد تم استفراغه بعملية قيصرية في فرنسا على يد المخابرات الجزائرية بتنسيق مع شرذمة المرتزقة المنتمين جغرافيا إلى الريف، وحاشا أن يكون ريفيين أو أن يحملوا درة. دونك نرجس هما هنا تسمى عثمان هما هاجموا تسمى النظام الجزائري باللي حب يستعملهم، بصح ما تخلاوش على الفكرة تاع الانفصال. قالوا برك هذا السيد اللي كتب هذا البيان، هذا السيد اللي كتب هذا البيان راه يعني بسببه المغرب وهولندا دخلوا في الازمه، يعني في الازمه دبلوماسيه. هذا كان عليه مذكره بحث دوليه. الحكومه ديال هولندا كانوا بغاو يبعثوها للمغرب، ولكن كومون يسابي لان هذا السيد هذا عنده التهم ديال تهريب المخدرات بزاف. هذا كان برلماني، هذا سعيد شعب كان برلماني في المغرب. يعني سي بور سا جو دي راه هذا السيد يعني هذا راه انمي يعني ديال المغرب، ما نقولش انمي بوبليك. يعني في هولندا دعا رفع السلاح ولا يقول لك برك الفكره يعني في السياسه؟ لا هو سياسي. هو ما عمره هضر على ما يسمى بحمل السلاح ولا شي حاجه. لا هو سياسي. هو السيد هذا سياسي، راه كان برلماني سابق في المغرب. المهم من بعد مشى لهولندا وقع تما مع تاتا. المهم سي كومبليكا تيكسبليكي لان ما كان الصراع بين يعني برلمانيين تما ولاد المنطقه. وقع اللي وقع. هذا السيد مشى لهولندا. هذا السيد راه هذا عنده لي كوفي شوب تما، عنده بزاف المسائل. المهم راه هذا شابع فلوس، فهمتي ولا شابع فلوس في هولندا. سي غروس تيت. يعني هذا السيد هذا الهولنديين كيديروا عليه فيلا، يعني باش يمشيو يشريو الجوان، لان ما سي اوتوريزو في هولندا باش تشري جوان. عنده لي كوفي شوب في هولندا. يعني غادي تلقى تما الهولنديين دايرين عليه فيلا بحال فارماسي باش يمشيو يشريو الجوان. عثمان كاين هذا اللي حطيتي ديال لو 24 افريل، كاين واحد قبل منه ديال لو 22 مارس على إثر إقحام حركة 18 سبتمبر في العملية الطائشة التي أقدمت عليها المخابرات الجزائرية بفتح ما يسمى بمكتب الريف في العاصمة الجزائرية، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني، تعلن حركة 18 سبتمبر ما يلي: إن حركة 18 سبتمبر لا علاقة لها من قريب أو من بعيد مما تروج له المخابرات الجزائرية بشأن تمثيلية الريفية في الجزائر العاصمة. إن حركة 18 سبتمبر ترى أن الذين تحركهم الجزائر وتدعمهم ماديا ومعنويا لا يمثلون إلا أنفسهم، ولم يسبق للحركة أن نسقت معهم أو شجعتهم أو دفعت بهم إلى الانخراط في العملية لتصفية الحسابات الشخصية على ظهر الريف. إن حركة 18 سبتمبر واعية تمام الوعي بأن هناك مشاكل سياسية عالقة تهم الريف، وتعيد التأكيد على أن هذه المشاكل
مشاكل يجب حلها في إطار داخلي مغربي دون الحاجة إلى إلى أيادي أجنبية لا تهمها إلا مصالحها الذاتية للتشويش على المسار السياسي الذي يتعين علينا جميعا التفكير في المشاركة فيه ودعمه بمقترحات إيجابية في حركة 18 سبتمبر التي تقوم على ما أقرته المواثيق الدولية بشأن حرية تقرير المصير. قد استعملت إلى صوت الريفيين حينما رفعوا نظرتهم مع نظرة نشطاء حراك الريف عندما أدانوا وبصوت مرتفع محاولات جهاز المخابرات الجزائري استغلال التوتر الحاصل في الريف لتحقيق أهدافها. إن حركة 18 سبتمبر إذ تندد بمثل هذه الأعمال الطائشة تجدد دعوة لإطلاق جميع المعتقلين. هذه وكاين واحدة أخرى الأخرى في مرة المهم ديال 26 نوفمبر. غادي ندخلوا في التفاصيل من بعد، لان شوقي راه هذا الشيء، هذه المعطيات، هذه المعلومات ما عندوش بزاف. كثرتي عليه فوالا ما نكثروش. نو مي سي تري انتريسون باسكو فريمون عطيتو تسمى. اذا فهمت عثمان، تسمى ديجا في الانفصاليين دركا كاين مجموعتين. تسمى كاين المجموعه تاع التاريخيه هادو تاع 18 سبتمبر اللي من 2014 وهما حاملين الفكره، بصح هما ضد العلاقات مع الجزائر وضد انه الجزائر تستعملهم، في وقت انه الجماعه الثانيه درك هما الجماعه اللي تسمى قابلين بالمكتب هذاك وراحوا في مسار واحد اخر مع هذا الغديوي. اكزاكتومون. ولكن خصنا ما نساوش بان هذا سعيد شعو راه هو دار هذا الشيء، يعني هذه الحركه هذا اللي دار، هذه اول حركه اللي دارت، ولكن دارها يعني كواحد وسيله داش يعني يدخل معها في واحد المفاوضات مع المغرب من بين اول حركات. تاكم خيو با سعيد شعو يعني هو الى هدر راه يعني سي با ماشي شي شخص اللي عنده باغ اكزومبل الى با بوزوان دو الجير، عنده فلوسو، عنده كلشي داكور. بريف انا غير باش نجي لك انا غير باش نجي لك باغ اكزومبل كيفاش جات الخيانه ديال جابر الغديوي، يعني كينقز من هذا لهذا، لانما خائن للحركه الامريكيه. جوست حاجه درك كي قلت لي حوس عليه، تسمى هو هذه حقيقه ولا جوست اتهامات انه عنده علاقه بالممنوعات يعني بالمخدر وكذا؟ تسمى عنده لا هذه شوف هو عنده لي كوفي شوب افيك اون ليسونس في هولندا. راه كوفي شوب في هولندا راه كيبيعوا باغ اكزومبل الزطله كيبيعوها بلا ليسونس، ماشي زعما راه كيدير هذاك الشيء بالتخبيعيه ولا شي حاجه، عنده دي كوفي شوب لي سو ليسونس. يعني بالنسبه لهولندا راه يخدم في اطار قانوني، يعني ما توتوريزي في اطار قانوني. سي بور سا كنقول لك زعما سي با كيلكان كي فوالا. المهم راه في اطار قانوني، عنده لي كوفي شوب ديالو، عنده لي كوميرس ديالو، عنده كلشي ديالو. المهم هذا السيد هذا لي بيان، فهمتي ولا؟ بغيت المهم انا كنهضر لك على جابر الغديوي، لان ماشي انا ما كيهمنيش سعيد شعو يعني واحد الشخص من بين اشخاص اللي معروفه تما في المغرب، يعني سان بيرسوناج باغمي لي بيرسوناج ماروكان. الى ايتي ديبوتي في المنطقه ديال الريف، وقع عليه اللي وقع، هرب. المهم دار الحركه 18 سبتمبر دون لو بوت دو رونتري ان جور دون لي نيغوسياسيون افيك لو ماروك اترافير يتسمى هاد الحركه اللي دار. بغيف المهم، ولكن المغرب ينيغوسي با. المهم السياده ديالو. المهم جابر الغديوي من الحركه الامازيغيه كما وريت لك قبيله، داكا كان معاهم. من بعد جا نخرط 18 سبتمبر، من 18 سبتمبر شاف 18 سبتمبر الحراك، جا ضربه، لان ما 18 سبتمبر شكون اللي درها الحراك قال لك ممنوع على هذه التوجهات الانفصاليه. حنا كنا ضد هذه التوجهات الانفصاليه في الحراك. دونك هاد سعيد شعو حس براسو بان ما معزول، وملي حس براسو معزول جابر الغديوي نقز من 18 سبتمبر عاد دخل الحراك. وانا ما كنتش كنعرفو في الاول. ملي دخل الحراك الخطاب ديالو واشنو كان احنا مع المطالب الاجتماعيه والاقتصاديه، مع خوتنا المغاربه، مع خوتنا الريف، مع المطالب. اوكي انا هكا عرفتو داكور. المهم شويه مع المده وقع لي اعتقالات. المهم بعد 7 شهور ديال المظاهرات في الشارع تصاب، بعد 7 شهور بقاو الدراري بقينا في الشارع حنايا كنديروا المظاهرات. وقع لي اعتقالات. بعد الاعتقالات هو قال لك اسيدي غادي نعلي السقف، قال لك مادام المغرب اعتقل الدراري وما بغاش يطلقهم، سيدي حنا غادي نعليو السقف. ولكن مع متشاورتي راه ما حتى واحد ما قال لي علي السقف، راه هو فاق واحد الصباح قال لك انا غادي نعلي السقف، دابا غادي ندير الجمهوريه. ما تشاور مع الزفزافي، ما تشاور مع الرفاق ديال الزفزافي، ما تشاور مع الريافه، ما تشاور حتى مع شي واحد. قال لك اسيدي غادي ندير الجمهوريه. علاش؟ لان ما والزفزافي خلي الزفزافي اللي دابا عطاو ليه 20 سنه. الا كان شي واحد غادي يهضر على الانفصال يهضر عليه الزفزافي باغ اكزومبل.
علاش انت غادي تنوض وتهضر في بلاصه الناس اللي في الحبس؟ اسيدي الدراري ديال الحبس والعائلات ديالهم جاوبوا قالوا لي حنايا راه عندنا الوثيقه المطلبيه، حنا مشبكين بالوثيقه المطلبيه ديالنا، حنا عندنا المطالب اجتماعيه واقتصاديه. ما عجبوش الحال وبدا كيشق فيهم، بدا كيهاجمهم كيسبهم. انتم الخونه، احمد انت با ديال الزفزافي احمد المغربي، حمجي قرا انت خوك كيلبس الفيستا ديال 500 اورو، واحمد سلطانه كان كيجي المظاهره باغ اكزومبل من قريه تركمان حتى للحسيمه، ملي كان ناصر الزفزافي تما كيطلع كيبغي يدير الخطاب الجمهوري، ناصر الزفزافي كيشدو كينزلو من المنصه، كيقول له انت نزل. ناصر هذاك السيد كيقول لي راه هذا السيد هذا راه عنده الصباط جداد وكل شيء، راه كيخدم البنكيران. تا كومبخي. المهم على اي زيد شويه يعني عزل راسو من الحراك. اسيدي قال لك انا بغيت ندير الانفصال، تما قلنا صافي انتم انفصلتوا حنا نفصلوا عليكم، مادام انتم ولا بغيتوا تخدموا يعني. ولكن حنا في ذاك الوقت ما شميناش رائحه الجزائر، لان في ذاك الوقت الشوقي انا ملي كنت في الصفوف الاماميه ديال الحراك كانوا كيشاركوا معنا الجزائريين، كانوا كيجوا عندنا الجزائريين. ولكن انا نايف كوم جو سوي، انا ما كنتش كنعرف المشاكل بين المغرب والجزائر، ما كنتش كنعرف المشكل ديال بوليزاريو، انا ما كنتش كنسمع على هذا الشيء كلشي. تو فوا انا مو جي غراندي اون فرانس، يعني هاد المشاكل هادو حنا ما كنسمعوهمش في الاعلام المغربي في كلشي، ما كناش كنسمعوا هاد المشاكل ديال بوليزاريو نهائيا. مي اليبوك انا كنت كنظم المسيرات هنايا في اوروبا من اجل يعني حنايا كان عندنا الدعم الحراكي، ما عندناش مطالب باسكو حنايا في اوروبا ما عندناش المطالب، مي كون ميم اوني كونسيرني بار سكي سباس دون الغيف. دونك كنا كنديروا يعني المسائل ديال هذيك. فو سافوار كو هذوك الاحزاب ديال ليكستريم غوش كلشي حتى صدقنا حنايا بين دابا حنايا ما كان عندنا حتى شي علاقه ايريفين، ما كانش عندنا حنايا العلاقات السياسيه هنايا في اوروبا، حتى سمحنا مع الاحزاب ديال ميلونشون يعني ليكستريم غوش. صدقنا صاحبي كيعارضوا علينا البرلمان. او كيفاش درتي ليها انت؟ هي البارح ما كنتيش معروف كاع نهائيا، كتصدق انت في البرلمان الفرنسي. تا كومبخي يا خويا شوقي؟ ها هي الدليل. ها بلاتي 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 السي شوقي، بلاتي السي شوقي، بلاتي السي شوقي، لان ما هاد الشيء هذا حنايا كنهضروا باغ اكزومبل بالادله. السي شوقي كنهضروا بالادله بلاتي. شي باسكو جو لي مي هذيك لي فوتو، باسكو جو لي زي مي الي لا. مع العلم انهم داروا في 2019 ميلونشون لو بارتي داروا لا ميم شوز. سي ماتيلد بانو جات الجزائر وسيرت الحراره. ماتيلد بانو هذه واحد لا ديبيتي ديال لا فرونس انسوميز اللي هي في مونبوليي، وها عثمان هنا ها جو سوي لا ايسي سا لاسامبلي ناسيونال. يعني يا عثمان مصور مع ماتيلد بانو ما قلت ليش. ايام الجاهليه. ولكن انا لا سوبرشوري جو لي با ديتيكتي تو سويت اخويا شوقي. انا جي با ديتيكتي، انا ما كنتش كنعرف التاريخ ديال الريف، ما كنتش كنعرف المهم راه جو كونيسي ريان دو تو. انا ملي شفت الدراري، لان ما كان واحد الحماس ملي شفت الاخوان ديال الريف يعني، وسورتو ملي بدا الحراك انا كنت تما توا. ملي خرجوا الاخوان ديال الريف حنايا انا تلاقيت مع الزفزافي توا. سي بور سا كو انا يعني الا بقيت في هذه الحركه سي باسكو تلاقيت مع الزفزافي يعني هضرت معاه. سي كوا التروك؟ انا ما اكسبليكي قال لك راه حنايا عادي نورمال كنقلبوا على سبيطار مدرسه، يعني هذا الشيء سي عادي مشروع صاحبي. با كونت خو مع عثمان سي جماعه تما ماتيد بانو جماعه تاع ميلونشون هما اللي فوزو ابروشي، هما اللي جاو سي لا ميثود اكزاكت. ولكن راه يفو سافوار اون شوز سي كو تو تي اورغانيزي. كاين لا تي ام اف. لا تي ام اف سي لاسوسياسيون دي ترافايور ماغريبان دو فرانس، داكور. هاد لا تي ام اف فيها الجزائريين، فيها المغاربه، فيها كل بزاف ديال الناس، وكاينين الناس اللي كل واحد كيخدم مع واحد الجهاز معين، فهمتي ولا؟ اي نو نيتي دي كبش فداء، نو نيتي دي موتون داباتوار. اي مو جو سافي با. انا في النيه ديالي كندافع على واحد القضيه عادله ومشروعه، تا كومبري او با؟ راه سي بور سا انا علاش اليوم انا جي با ايمي دافوار ايتي بري بور ان كون. انا جي ديتيست اتر بري بور ان كون. انا جو ديتيست اتر مانيبولي سون، يعني انا كرهت ان بنادم انا يستغلني بدون ما نعيق باللعبه.
انا ما عقتش باللعبه تو سويت. انا ما على باليش راه كان النظام الجزائري وراء هذا الدعم ديال الحراك في اوروبا، وراءه كان الجزائر. جو لو سافي با، راه سي بور سا كو جي لا ان موا اخويا شوقي. Non, mais il n'y a pas à avoir la haine. قلت لك باغ لا مي زعما سي بور سا كو جي لو سم اوجوردي. انا ملي كيجي عندي الجزائري وكيقول لي فخير حنايا خرجنا على واحد يعني المطالب عادله ومشرعه بين المغاربه والمغرب. النظام الجزائري لوي ولا هاد الناس اللي خدامين مع النظام الجزائري تا با مانيبيولي يا صاحبي. انا ما خرجتش تما باش نسعى ولا انا برزقي. اي مي جوست لا كيسيون تاع لا غوش تما كي تكون في واحد لو كوتي كام تي بو كونتيستاتور وكلش تكون في واحد لو مومون تما تاع لا كونتيستاسيون هما يجو توجور سور سا. راني قلت لك ماتيلد با نو بيرسون راهي جات الجزائر اون 2019 اوسي سيتي با لوان الحراك تاع الريف كي بدا الحراك في الجزائر جات ودايوغ الا ايتي اكسبولسي. تما هما يزوتيليز سا باسكو سا ريست اوسي بور الكوتي الكتوراليست هذاك تما يلعبوا عليه بور ريكوبيري دي فوا. مي راح نقول لك باللي كي تكون في لو كونتكست هذاك اون سفي تو سافوار دونك هادي سي با. لا اسمح لي الاستاذ شوقي. شوف يعني هاد لي بروفيتور هادو يعني انا سون اسيستون il est algérien. D'accord. L'assistant ديالها واقيلا son second, comment on appelle ça le second d'un député, c'est son suppléant. Le suppléant تاعها c'était un Algérien. Donc après moi de près ou de loin راه اوتوماتيكمون يا مانيبيولاسيون. انا كاين مانيبيولاسيون مادام هاد الناس دخلوا على الخط يا مانيبيولاسيون. فهمتي؟ Donc, quoi qu'il arrive, il y a manipulation. Oui, ils sont toujours, de toute façon, loin de ça, ils sont très proches même le régime. Exactement. Donc, c'est pour ça que je te dis. Surtout Mathilde Panot, parce qu'ils sont traversés, à la France Insoumise, par des courants, même à l'intérieur, ils sont proches du Maroc, mais Mathilde Panot et compagnie, ils sont très proches de le régime. Ouais. Donc, bref, المهم وانا كنت كندير المظاهره اخويا شوقي راه يافي دو موند. C'était des 2000, 3000 personnes. Il y avait des manifs, même on a dépassé les 5000 personnes. Il y a uniquement d'armes ديال الحراك هنايا في اوروبا. Tu comprends ou pas? Et donc aussi pour eux c'est des voix pour les mélenchonistes. ولكن nous quand on faisait des manifestations اخويا شوقي يعني كانوا كيجيو الريافه من جميع تما الدول الاوروبيه. كان كيجي الكار من بلجيك، الكار من هولندا، الكار من اسبانيا، الكار من المهم كيجيو بزاف ديال الريافه كنتلاقاو في واحد المدينه معينه. Mais le problème c'est que moi naïf يعني comme je suis انا سحاب ليا راه سكو جو فوزي سيتي اونيكمون من اجل الدعم باسكو اون فيت هاد الناس هاد الانفصاليين انا في الاول سيتي كوا مون ايدي. انا شنو كنت كندير انا في راسي؟ انا سحاب ليا المغرب المخزن اللي صفتهم دابا هاد جابير الغديوي هاد المجموعات اللي كانوا كيهضروا على الانفصال انا سحاب ليا المخزن اللي صفتهم لينا حنايا ذاش زعما يديروا لنا العراقيل باش المخزن يلقى المبرر بان ما راه هادو ما عندهمش المطالب عادله ومشروعه قدر ما عندهم المطالب تسمى انفصاليه. فهمتي ولا؟ يعني سيتي سا ما لوجيك. انايا لا لوجيك نتاعي راه انا فوقاش عقت من اللعبه في 2019 حتى 2019 عاد عقت من اللعبه هاد اللعبه كامله وانا راسي تفتح et j'ai commencé à lire comme dans un livre ouvert في هاد لا ماسكاراد اللي كانت منظمه من بين بعض الخونه والنظام الجزائري ولا المخابرات الجزائريه. سي لا جي يتسمى دون ما تيت سايي يتسمى لو بوزل اي سي فيرمون 2019 لو بوزل. Alors si je te raconte c'est un film اخويا شوقي. Si je te raconte يتسمى الى عاودت لك القصه comment on a commencé et comment ça a fini وقسما بالله الا c'est un film يتسمى c'est un vrai film. يعني moi je me suis senti يعني en 2019 ملي عقدت من اللعبه. il faut savoir انا السميه ديالي جبدوها في الاعلام 360 مغربيه في واحد المظاهره اللي دارت فين تحرق العلم المغربي. يعني انا داروا لي انا خرجوا واحد المقال قالوا بان ما فلان راه حرق العلم المغربي. تا كومبري او با؟ وانا عندي جميع الادله. جي كونتاكتي 360 على ليبوك جو لوغي دي مي فوزيت فو كوا. انا صحابي بغاو يديروا لي القالب. انا من تما قلت ساي سي فيني بور موا الماروك سي تيرميني. Pour moi, le Maroc, c'était fini. En 2019, ça y est, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, ça y est, j'ai fini. Je suis venu, je me suis installé en France, je me suis dit, ça y est, même ça fait même très le Maghreb, c'est terminé. Pour moi, le Maroc, c'est fini.
ولكن souvent les gens ils sont piégés هكا تسمى واحد Et moi je me suis senti comme un con خويا شوقي. Moi de 2019 2020 21 22 23 عاد après je suis revenu sur les réseaux parce que انا حتى صبنت يماهم من 2019 2020 صبنت يماهم هادو هاد الانفصاليين يتسمى مرمقت يماهم من فيسبوك حتى جريت عليهم من فيسبوك يعني درت لهم علمت عليهم واحد الحرب على هاد الانفصاليين يعني حتى قرعت يماهم البينيز tu comprends pas يعني ولكن كنت كندير لايفات ديالي غير بالريفيه. Ensuite en 2020 j'ai tout arrêté et quand j'ai tout arrêté je suis parti المهم 2020 21 22 23 à peu près je suis revenu sur les réseaux parce qu'on m'a dit que voilà les mecs les influenceurs sont revenus sur TikTok. Moi je suis revenu sur TikTok, il y a des gens qui m'ont appelé. C'est pour ça عندك شويه aussi c'est le fait que tu t'es senti تسمع عندك شويه كيما تقول لا عين دركا contre eux parce que تاني tu as été تسمع ils ont essayé de te piéger. Voilà. C'est clair net et précis. Moi j'ai été manipulé خويا شوقي. Moi j'ai été manipulé. فهمت. Et c'est pour ça que j'ai autant la haine. Pas d'eux, parce que eux, pour moi, c'est des hmir, c'est des ânes. Moi, je les connais. Et Youba, je l'ai rencontré. Asnous, tous ces gens-là que tu vois là, Had Neslim, Shaul Jezair, Kouchi, je les ai tous rencontrés. Moi, j'ai fait même des réunions, on se connaît tous. Mais je ne connaissais pas leur passé. Moi, leur passé, je l'ai détecté bien après, leur relation avec Saïd Chahou, avec Hadek. C'est après que j'ai commencé à faire... D'ailleurs, c'est très intéressant que tu aies, surtout là, le point de Mathilde Panou, c'est très intéressant, hein, parce que, entre parenthèses, Atman, qui goûte qu'elle est venue le Jazer, le Harak, il faut comprendre que c'était un point, elle a quasiment cassé le Harak, parce qu'elle est venue, soi-disant, pour soutenir le Harak. Oui, Rahat en Kabylie. Directement, elle a été interpellée, expulsée. Par contre, la problématique, c'est qu'elle a rendu service au régime avec le Waqt Othman. C'est-à-dire que, elle savait probablement, c'était, l'histoire le dira un jour. Mais Mbeda, c'était quoi? C'était pour dire, ah, vous voyez, le Harak hada, d'ailleurs, même à l'époque, le chef d'état-major. Vous voyez, le muhawalat, l'iktiraq, le Harak, من أطراف فرنسية وكلش. Donc, à la base, le Harak qui était vraiment contestataire pour changer le régime, c'était un mouvement algérien, où l'INA fait belli, voilà, il est infiltré par des Français, une députée française ou كلش. Donc le travail qu'elle a fait de SAP d'une façon un petit peu différente, elle l'a fait في الجزائر. En venant في هذاك الوقت في الحراك pour casser, elle a rendu un service au régime, ما كانوش يحلموا بها. Donc c'est que alors que nous là les partis de gauche راه خصك تعرف بان ما حنايا بين عاشيه وضحاها صدقنا في البرلمان فرنسا، في البرلمان اسبانيا، في البرلمان هولندا، في البرلمان بلجيك، يعني الاتحاد الاوروبي. يعني هذا الشيء وقع في واحد الظرف ديال يعني ما كانش عندنا العلاقات دان سولكو. هاد الاحزاب ديال لا غوش ils se sont tous mobilisés. Même en Belgique et tout ça, c'était la gauche toujours. Exactement. Mais d'un seul coup طلعونا. يعني كيفاش انت واحد الناس، واحد المجموعه ديال المغاربه ما كانوش معروفين، ما كانوش كيعرفوا السياسه، راه لا بلوبار دونتخو ما كانوش كيعرفوا حتى السميات ديال لو مير تاع الفيلاج ديالهم. كيفاش بين عشيه وضحاها تصدقي في البرلمان الاوروبي؟ عثمان هنايا الباج بالبرلمان الاوروبي وهدر. اش غادي نهضر؟ اش غادي نقول؟ Voilà, aujourd'hui je me pose la question, yani moi j'ai été propulsé d'un seul coup comme étant un leader ici, et yani sans savoir que j'étais manipulé par l'Algérie. Et là, le jour où moi, j'ai détecté la supercherie, toute ma famille, elle y est passée. Mes enfants, mes parents, tout le monde y est passé. Yani ma famille, ils ont étalé, sur Facebook, ils ont étalé ma vie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, yani, il n'y a plus rien qui m'atteint. Mais ça devrait être une leçon aussi par rapport à la gauche, que c'est surtout en France, les gens, surtout l'extrême gauche, je dis pas la gauche, mais là c'est plutôt l'extrême gauche, ça devrait être une leçon aussi, ils votent pour ce parti, ou là, que ce soit d'origine marocaine ou autre, c'est que voilà, c'est des gens, les projets termes, soi-disant au début, tu crois, c'est vraiment un soutien désintéressé, un soutien par rapport au matalib تاعك. Mais à la fin, tu te rends compte que derrière, c'est beaucoup plus sombre. Exactement. Donc, أخويا شوقي كلشي بهذا الشيء هذا باش نجيبوا المسلسل ديال جابر الغديوي. دونك الحركة الأمازيغية، الحركة الأمازيغية جا في 18 سبتمبر، دونك جوسكا لا تي افيك موا. من 18 سبتمبر دخل الحراك، من الحراك خون الدراري ديال الحراك بدون استثناء. راه كاملين سب فيهم.
بدون استثناء. ناصر الزفزافيه، حمجيق، ربيع الابلاق كانوا كيأيدوه من بعد يعني هاجموه. المهم الدراري ديال الحراك بدون استثناء، اما تقولوا الجمهوريه ولا غادي نعريو يماتكم. دونك الدراري ديال الحراك. وحنايا في الاول انا في الاول انا كنت كنقول اراه المخزن المغرب اللي تخلينا هاد الانفصاليين باش زعما يتهمونا بالانفصال. Moi, j'ai jamais tenu un discours séparatiste. Jamais. J'ai jamais insulté le roi. J'ai jamais insulté يعني المغرب ولا المغاربة. Jamais. Je mets au défi qui que ce soit. يعني يجيب لي فيديو أنا يعني أراه je te dis, hein, moi des lives sur Facebook j'en faisais tous les jours. J'avais une page à plus de 100 000 personnes على فيسبوك. عندي باج راه كان فيها أكثر من 100 000 personnes. Jamais يعني au grand jamais حنايا كنا كنهضروا على المطالب ديالنا ومشبتين بالمطالب ديالنا. ما تزعزعوش. ما كاينش واحد يزعزعنا. لانما انا هذا الانفصال انا في راسي دخلتها كانها لعبه مخزنيه. تا كومبري او با؟ انا قلت المخزن كيدير لنا شي قلب يعني باش يحشيها لينا بالانفصال. حنايا ماشي انفصاليين، حنايا اوني ماروكان اوني با دي انفصالي. تا كومبري او با؟ وبقيت مشبث بالمطالب. Mais par contre, le passage je trouve ça débile. Donc les gens, ils ramènent toujours la personne, le passé. Au contraire, donc sur cette question, s'il y a quelqu'un qui est légitime à parler de ces sujets-là, ou t'as l'infisal ou كلش, c'est bien toi, اللي كنت في الداخل و شفت ce qui s'est passé. Donc c'est tout à fait normal. Après que tu sois passé, c'est tout à fait normal. Hein? Non, mais moi, je dis, après, c'est ce que je te dis. Non, mais par exemple, moi, je me justifie pas par rapport aux autres. Moi, les autres, je me justifie pas. Là, quand je te parle à toi, Chaupi, on a tous un passé. Et là, moi, je fais abstraction complètement, là, des commentaires, ou là, des gens qui nous regardent, ou là, chez Haja. Moi, quand je parle comme ça, je parle avec la personne quand je la respecte. Quand je respecte une personne, j'ai plus tendance à parler, à m'exprimer, que de parler avec quelqu'un qui veut essayer d'aller sur ce terrain-là. Et les mecs, généralement, qui vont sur ce terrain-là, généralement, je leur donne pas le temps et je leur donne pas d'explication non plus. T'as compris ou pas? Quand tu es à l'aise, comme ça, tu racontes. Mais dès que je vois qu'il y a une personne qui m'est hostile, ou là, qui veut me faire parler, ou là, qui veut me tirer les verres du nez, à ce moment-là, ça y est, je bloque, je ferme, et j'ai rien à prouver à personne. Mais mon passé, c'est mon passé, je l'assume complètement. Et de toute façon, Atman, on est tous passés. Il est passé par là. Le côté de se faire prendre par la gauche et les idées de l'extrême gauche. Surtout la jeunesse qui te construit à un certain âge. Mais encore une fois, c'est plus intéressant de se mettre qu'une quelqu'un qui n'est pas passé par ces étapes-là. Parce que sinon, tu ne peux pas comprendre. Exactement. Donc après, comme je l'ai dit, donc, Khal Harakat Montage, Khal Hirak, بدا كاع على الانفصال. ولكن ملي على الانفصال دونك سي بور سا كو دي المهم السيد مرات تلقاه كيبغي يدخل مع القبايل، مرات دخل مع ليشاوي، مرات كل مره فين غادي تلقاه تدخل. دونك سي بور سا كو دي هذاك السيد كان مقصود، هذاك السيد راه يترافاي، هذاك السيد ديال الترافاي يفولي انفلتري هذوك لي موفمون تاع لي زالجيريين. او فينال 2019 جا هو. حنايا كنا بغينا ننظموا واحد المسيره، نظمناها في باري، واحد المسيره. هو جا نظم المسيره في نفس المكان، ولكن هو كان بغا يدخل معنا. راه تما انا فين درت لاكروا، يعني تما درت لا سيباراسيون بين الناس اللي هما انفصاليين وهذوك الريافه اللي خرجوا يعني من اجل الحراك. داكوغ. يعني لابا اون تو سيباري اون 2019. اون 2019 الدراري من الحبس، وايماجين تو الدراري في الحبس كيقولوا بان ما خصنا ننظموا واحد المسيره تضامنيه، المهم مع اطلاق سراح المعتقلين توسع 2019. انا كنت من بين المنظمين، وانا نقولها دابا، والمسيره نظمناها مع ناصر الزفزافي، وانا كنت كنتصل معاه خليه في الحبس. داكوغ. باذن ناصر الزفزافي نظمنا مسيره في 2019. هاد الناس هادو مرفوضين عندنا حنايا، هاد الانفصاليين كانوا عندنا مرفوضين. داكوغ. المهم حنايا عندنا المسيره تنطلق مع الوحده، مع الجوج. يعني داروا قدر المستطاع باش يخلطوا هذوك المسيرات بجوج، يعني هذوك الانفصاليين بغاو يدخلوه معنا. ذاك الوقت بغا يتواصل لنا سعيد البارصه، واحد المحامي الفاشل سميتو البوشتاوي، المهم واحد المجموعه ديال الفاشلين، وانا وقفت لهم تما. يعني حتى طيوغات من انا جي ابخي كيلكو موا برك بلي عندكم معارض اسمه البارسا، سي تري انتريسون هذه.
سعيد البارسا هو ماشي معارض، هو راه سعاي اصلا، سعاي هو معروف في تيك توك بالسعايه، هو سانتولار. انا الشوقي مدريد من بعد نسمي روحي. لا بلاتي واش سعيد البارسا معارض؟ لا سعيد انا معروف، هو باليش قال سعاي. لك معارض اسمه البارسا مغربي جو سي با. لا هو سعاي، هو كيضرب الهمزات، هذاك الشيء راه مازال غادي نهضر لك عليه، ولكن في شي خطره اخرى. هو سعاي، هو عرفناه كيجمع الاموال. هو غدوه يقول لك وزير كذا البارسا، تسمى لو كان يولي وزير. راه دابا هو في الحرب مع يوبا، راه دابا حاليا راه هما في الحرب بيناتهم. راه سعيد البارسا هو المهندس، واحد النويطه عثمان. دابا سعيد البارسا قال هنا برافو، قالت لك على وزن جمال لا تور ايفيل، وانت عندك لا تور ايفيل وحنا عندنا البارسا مال. لا احنا عندنا هواري بومدين اللي اسمه محمد بوخروبه وسمى روحه هواري بومدين، دونك يعني اونيتمون حنا عندنا رايس ثاني راه ماشي بسودو. لا ودابا جمال لا تور ايفيل علاش مسمي راسو لا تور ايفيل؟ باسكو يحب النظام الجزائري من لا تور ايفيل. لا بحيث فيها الحديد ديال الجزائر. دونك صح الحديد تاع تلمسان قال لك. دونك اخويا شوقي 2019 انا كما كنقول لك هكا، تشوف انا ما زعما راه ناصر الزوزافي كان كيتصل بيا، تكومبخون. المسيره ديالنا انطلقت مع الجوج، هما داروا قدر المستطاع باش نطلقوا اونصومبل، ولكن هما كانوا خطوا لنا واحد الضربه في ذاك الوقت، خطوا مع الجزائريين يحرقوا الرياض المغرب، داروا التخطيط ان يحرقوا الرياض المغرب، تما كانوا يحشيوها لينا، فهمتي؟ في 2019 راه تما فين جهلت انايا، غير تما صافي الفيلم في راسي توضح. دونك انطلقنا، هما انطلقوا مع الوحده، حنايا انطلقنا مع الجوج، هما في واحد البلاصه حنايا في واحد البلاصه، هما ابوبخي واحد اون سونتين دو بيرسون، حيت كانوا الناس جاوا المسيره في باغي، تسمى في ريبوبليك. في باغي باستي ريبوبليك. ليتينيرير سيتي بلاس دو لا باستي، بلاس دو لا ريبوبليك، لا شوت يا خا. المهم جاو عندي الناس، ومن بينهم سعيد البارسا. راه تما راه سعيد البارسا ملي كيوقف حدايا كيوصل ليا للصمته، يعني بنادم راه ملي كيغوت في اللايف الناس كيسحاب ليهم ما نعرفت شنو كون هو، راه كيوصلني للصمته بكل صراحه. راه جا عثمان الله يرضى عليك، راه حنايا الريافه ما نتفرقوش. قلت ليه دابا غير ما تفرقوا عليا ونفرقك على جوج. دابا هاد الناس هادو انا ما نتصاحب معاهم، وما ما يتصاحبوا مع ولادي، الدجاجه ديالي ما تمشي مع الدجاجه ديالهم. هما عندهم انفصال، حنايا عندنا الحراك المطالب، دونك كل واحد يدبر على راسه صافي. وقفت لهم هنا، وهذا الشيء موثق بالفيديوهات اخويا شوقي، راه ماشي كنهضر لك هكا بهذيك، راه كلشي موثق عندي بالفيديوهات، راه الارشيف، راه لا بواط نوار ديالهم هو انا على بواط نوار ديالهم. ملي انطلقنا انا من بين المنظمين يعني ديال المسيره الحراكيه، وهما جابر الغدي والمجموعه ديالو، هذاك الحركه الانفصاليه. البروبليم هم ملي شويتينا في بلاص دو لا ريبوبليك، هما كانوا في واحد الجروب اللي هي البوليس راه كيتبعوهم، حنايا في المسيره ديالنا صافي سالينا. ملي سالينا دخلت للدار، طلع سعيد البارسا وعثمان كيفرق الريافه، وهو سبب تفريق الريافه طنطن. يا ودي راه هذوك واش داروا الاخرين ملي شوتاو تما، اخذوا الرايه ديال المغرب حرقوا الرايه ديال المغرب. دابا المسيره عيط ليها الدراري من الحبس، تصدق الرايه ديال المغرب تحرقت فيها. ايماجين توا حنايا لو كان دوك جوج المسيره جمعناهم اونصومبل، يعني التخطيط ان يورطوا الزفزافي اونكور بلوس، يعني في داك التوريطه ديال ان ناصر الزفزافي عيط للمسيره حرقوا الرايه ديال المغرب، ها ناصر الزفزافي انفصالي. مي اوغوزمون عندنا واحد الدوله عندها العقل اخويا شوقي، اقسم بالله. اما انا راه تاعميني بوما. شوف دونك انا دخلت للدار، اللوندمان جوا ان ارتيكل دون 360 عثمان وشي الناس راه من بين الناس اللي نظموا داك المسيره ديال الانفصال. لارتيكل جلي اونكور توجور ايسي، واحد كان اتصل بال 360 والو، كان يعني كان داير تاك حتى واحد ما جاوبني اون فا دوني سويت ا فوتر ابل. اي جو دي دو توت فاسون المغرب راه بغاو يحشيوها ليا، دونك داروا لي هذا الشيء هذا. لو 360 سي ان جورنال ماروكان، اي جو دي ميتنون سيز اون سيز انفورماسيون لا سي كو بور موا سي تيرميني، سي مور. المغرب ما ندخلش، سي فيني داكور. المهم 2019 2020 عطيت لي ماهم على داك الشيء اللي كيقلبوا، يعني خويت عليهم قلبي مزيان، سديت الفيسبوك سديت كلشي ومشيت نخدم شغلي صافي. بنيت داري، شريت الارض ديالي، بنيت الدار ديالي ومشيت نجلس. شوا سكو جو دير او با. حتى 2000
و23 رجعت للتيك توك. رجعوني الدراري من الريف قالوا لي يا خويا عثمان داك الناس اللي جريتي عليهم من فيسبوك هذوك الانفصاليين راه رجعوا في التيك توك. وانا ملي رجعت للتيك توك لقيت سعيد البارسا كيتشكى انايا في المنصات ديال المغاربه، وراه حنايا ولا الا كنا هكاك راه السبب ديالنا المغاربه اللي كانوا كيسبونا، وحنايا راه ديرنا ولا ما ديرنا ولا ما ديرنا ولا ما ديرنا، وانا نجبد لهم الماضي ديالهم. tu vois. عثمان سي تو بيرمي نحبرك حاجه اونتر 2020 ديزون 2023 هكا هما بعد لاكتيفيتي تاعهم كانت ناقصه تسمى؟ لا كانت ناقصه سعيد البارسا المهم بداو كيديروا هكا الوقفات 10 الناس اللي هي 20 15 بداو كيديروا التنسيق تما مع الجزائر، لان ما اون 2019 ناصر الزفزافي انسحب من قياده الحراك بدا السبب ذاك الرايه اللي تحقق، لان ما خرج الفيديو فيه 45 دقيقه من الحبس، كان كيعيط بالتليفون وواحد السيد كيسجل 45 دقيقه راه تما باش وصفهم حمالات الحطب في الرياض المغرب اللي حرقوا. هذاك لونغوجيسترومون اللي وقت خرج تاعو في السجن وحكى على الظروف تاعو وكل هذاك لونغوجيسترومون اللي خرجوا بليزيور تاعو هو بلاتي نشوف نو جوست يعني اذا راني شافي باسكو واحد لو باساج كنت سمعت هكا دي باساج فيه، يعني الا كتحكيو على واحد لو باساج وكان كيوصفهم بحمالات الحطب، اسكو سي سولوي لا او سي با سولوي؟ طويل هو وهضر على بزاف حوايج. واه جو بونس هذاك سمعت. انني ندير هذا الاوديو لولا حماقه الحمقى وغباء الاغبياء، لولا الشرذمه المنافقه الطاغيه التي ما فتئ ونحن كنا نحذر منها. كيهضر عليهم الرسائل التي كنت ابعث بها الى والدي وينشرها على اصحابه، ما فتئ ونحن نحذر ونقول ونحذر الناس ونقول لهم اياكم وان تصدقوا، اياكم وان تتبعوا، اياكم وان تثقوا في هذه الشرذمه التي اقدمت على حرق علم الدوله المغربيه. هذا العلم لم نخرج من اجل ان نحارب الاعلام، بل خرجنا من اجل ان نحارب الظلم. هذا الشيء اللي وقع مؤخرا كان مخططا له، وخطة كانت محبكة باتفاق مع المخابرات. فوالا دونك هذا الفيديو اللي خرج مؤخرا، يعني هذا الفيديو الاخر ديال ناصر الزفزافي عطاو ليه 45 يوم، لان ما عندكش الحق تخرج الاوديو، عطاو ليه 45 يوم ديال الكاشو، هذيك سي نورمال العقوبه ديال الحبس. وحنايا كنا كما قلت لك راه حنايا كنا يعني يسحب لنا راه بان ما راه المخزن اللي ورط لنا في هذاك الشيء يعني باش يدير، ولكن ما كناش عارفين بان ما راه النظام الجزائري كم جو دي سي بيان ابخي كنا مي لو بلوز برك هذه باش اذا تحب حاجه تسمى ابارتيغ دو 2023 كي بداو تسمى تاوعنا يتحركوا في الاطار هذا، عاودت شعلت القضيه دونك عاودوا بداو ينشطوا. لا ديالكم بداو قبل ديالكم بداو قبل في الحياه. مي حنا سيتي 2021 منا كانوا مشغولين بلا كيسيون انتيريور، بصح هذه القضيه تاع كدا الريف الجمهوريه حنا بدينا سيتي 2023. شوف ديالكم كانوا مشغولين في الحراك، في الدعم ديال الحراك اوروبا داكور كانوا معانا، هما اللي داروا لنا لي بريزونطاسيون ديال الاحزاب لاغوش، وهما اللي داروا لنا لي بريزونطاسيون تاع يعني راه كنا كنديروا باغ اكزومبل اجتماعات في بعض المناطق اللي فيها مسؤولين جزائريين. داكور جوست يعني هذه المساله ديال الجمهوريه والانفصال كدعم الانفصال جا من بعد، ولكن الدعم ديال الحراك راه وقع قبل. نوع عثمان انا المشكل ماشي المشكل تما انا بنت لي واحد لو كالوندري درك انت هذه اللي تهضر عليها سيتي 2018 2019 هنا هذه 2019 هذه مع ماتيلد بانو لاغوش وكذا. باغ كونت هذه 2019 2018 اوكي مي 2020 2021 2022 انت بعد قلت تو تي روتيري و سيتي كالم تسمى يافي با ترو داكتيفيزم يعني في الكوتي هذا. شوف فيسبوك يعني حنايا انا كنت كندير لايفات ديالي بالريفي، ما كنتش كنهضر العربيه، انا حنايا بالمجتمع الريفي راه حاربناهم، يعني الريافه عاقوا معاهم، يعني هذوك الريافه اللي كانوا كيخرجوا في الميدان في الشارع والمظاهرات والمسيرات تيرميني قطعنا عليهم المسيرات، الريافه يخرجوا معاهم ما كاينش منا. حتى دانكو تسمى ابارتيغ دو 2023 ولا بدات اون اورغانيزاسيون ديفيرونت وبدات القضيه تاع الدعم الجزائري تاع النظام الجزائري ابارتيغ دو 2023 2024. الدعم الجزائري كان دائما حتى في الدعم ديال الحراك كان الدعم الجزائري. نو مي نيتي با تري ولكن الدعم شوف الجزائر جات في جوج مراحل. المرحله الاولى دعم الحراك، لان مع هذه الحركه
شافوا بانما راه كتستفز المغرب وكدير المغرب، هما كيفرحوا، دونك دعموا الحراك باش يوقف، يعني يبقى مستمر. ملي حنايا 2019 الحراك والمظاهرات ديال الحراك وكلشي ديال الحراك وقفناه، هما عاوتاني ils se sont rabattus sur الدعم ديال الانفصال. Ils se sont organisés avec les petits groupes après. هذوك لي جروب هذا جي بيان كومبري. انا برك لو لابس هذاك دو طون تما يا ما نقولكش اناغي ولا بصح 2000 non يكونتينيي non في هذا الوقت هذه يكونتينيي 2020 2023 اسكي كونتينيي لا يكونتينيي، ولكن سيتي با بداك الكميه اللي كنا حنا كنخرجوا فيها. داكور دونك نقصت من بعد ابارتيغ 2023 2024 بدات لو سوتيان هذاك وبدا الافتتاح بعد جات كونت ils ont ouvert le bureau هذاك وكلش بدات العلاقات مع الجزائر ديريكت. شوف يعني إريفيا كل واحد فوقاش عاقب اللعبه، واحد الكميه كبيره 2019 عاقب اللعبه من اللي حرق العالم المغربي، ثم فاقوا قالوا بان ما استنكار هذاك الشيء ديال حرق العالم المغربي، راه حنايا خرجنا من اجل يعني المطالب، ما خرجناش باش نحرقوا العالم المغربي ولا ندخلوا في الصراع مع الدوله ديالنا، فهمتي؟ يعني هنايا اللي نقولوا حنايا واحد 90% انسحبوا 2019. هذه برك مي وقتاش ولا لو ليان ديريكت مع الجزائر؟ لو ليان ديريكت جو بارل كيما نهار بداو لي فيزيت وبداو يدخلوا هذوك تاع الجماعه هذوك، هذيك سيتي ابارتيغ 2023 2024 بصح من قبل ما كانتش هذه. اون بيان داكور. تسمح لي شوقية quelqu'un qui m'appelle, c'est pour ça que j'ai pas suivi. Tu m'as dit avant 2024 il y avait pas de dame direct, c'est ça? Direct, je dis bien les visites. Exactement. Non, en fait d'ailleurs tu t'es pas rendu compte 2019 tu t'es pas rendu compte باللي قبل كان واحد الدعم غير مباشر. اوكي à partir de 2023-24 هنايا يعني الجزائر اختارت عزلات، يعني عزلوا روسهم هذوك الانفصاليين عزلوا روسهم، و سي à partir de là que l'Algérie elle a commencé à donner une aide directe à ces gens-là et une aide assumée des deux côtés de l'Algérie et voilà ça colle. Anna, c'est pour ça que je te demandais sur les années parce que avant 2019 c'était l'autre clan, c'était une gestion différente, mais c'était en sous d'ailleurs tu t'es pas rendu compte باللي كان واحد لو travail من تحت لتحت. Mais 2023 2024 بدات هذيك ديريكت يروندي هنايا سيتي اسيمي. pourquoi parce que حنايا ملي خرجنا باغ اكزومبل بدينا كنفتحوا فيهم تشوا هاد الناس هادو ولا انتم صافي هما يعني يسون retrouvé دو ميو، يعني لقاو راسهم بانما محصورين من طرف حنايا باغ اكزومبل لي ريفي اللي كنا كنخرجوا. هاد الناس هادو عزلناهم، ملي عزلناهم هما كانوا اقليه، ولكن فين لقاو القوه ديالهم؟ لقاوها في الدعم الجزائر مباشره اسومي دي دو كوتي ابخي، فهمتي؟ دونك اسومي دي دو كوتي. Et donc c'est là où c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai commencé à comprendre les choses et j'ai fait une rétrospective على داك لو باسي كلشي، ربطت كلشي بداك الشيء، يعني c'est là où j'ai compris qu'en fait المخزن بريء، براءة الدين من دم سيدنا يوسف، راه ما كاين لا المغرب ما عمرو دخل في داك الشيء جامي د لا في. داكور 2023 خرجت بديت كندير اللايفات ديالي بالريفيه باش نحاربوهم بالريفيه، شي شويه واحد الريفي جا دارني العلاقه مع نرجس، يعني في اللايف ديالها اول لايف بالدارجه يعني مغربيه اللي كنهضر فيه بالدارجه مع نرجس. انا وقت جي في مع الاول كي بديت هكا تهضر هذيك وقت جي في دونك اول لايف درتو انايا بالدارجه مع نرجس. حنايا كنا كنديروا اللايفات ديالنا غير بالريفيه، انا كنت كنجاوبهم غير بالريفيه كنت كنجاوب معاهم في التيك توك، لانما واحد الريفي اخر عيط ليا قال لي عثمان راه هذوك الانفصاليين راهم في التيك توك وكيخرطوا تما برك. سي بور سا جي اوفير ان كونت تيك توك. ملي دخلت كنهضر بالريفيه، واحد السيد ريفي هو وعنده العلاقه مع نرجس، المهم جا عندي قال لي اخويا عثمان راه كاين واحد قال لي راه كاين واحد ماشي عنده العلاقه مع نرجس الله يهديك. لا ماشي با العلاقه فسر دخلت نرجس في حيطه عثمان. نامي زعما قال لي داك الميساج اللي كدوز بالريفيه يلاه هو كرغولي هو مشى بعيد الكرغولي اختك اللي كيطوروا لها العلاقات في الفراش، راه كيفهموا عندهم الفهمه غلطه عثمان. Non, mais laissez. عندك la modération bloque parce que. ما نجاوبوش التعاليق باسكو التعاليق ça sert à rien. لا ماشي التعاليق، راه هي الجمله راه خاصها توضح. سي بلوكي il faut qu'il soit bloqué، هذاك انا ما كنعرفوش.
دونك اخويا شوقي اي ابخي دونك داك السيد دار لنا هنا ابخي داك الميساج ديالي بديت تما كندخل شويه عاد بديت كنفهم انايا العلاقات المغربيه الجزائريه عاد بديت كنفهم وكنطور راسي بشويه بشويه على العلاقات المغربيه الجزائريه عاد ابخي توت ابخي ان سونس بور موا يعني هاد الشيء ديال الحراك هاد الانفصاليين هاد العلاقات المغربيه الجزائريه توت ابخي ان سونس ابخي بور موا سي لا و جي كومبري كون فيت يعني دون تو سا لا مانيبيولاسيون دو ا جوسكا زد وهاد الدراري اللي في الحبس سببهم هو يعني الدعم الجزائري بوان فينال وسي لا فيغيتي لان ماري فين ملي كانوا كيخرجوا الاستاذ ديالي في الريف بنادم كيقول لك راه ما عنديش الخدمه ما عندي ما ناكل ولكن كيدير لك لافته فيها كيلومتر مربع منين كيجيب الفلوس المنصه ديال دونالد ترامب في الحمله الانتخابيه منين كتجيب الفلوس منين كتجيب الفلوس منين كتجيبوا الفلوس Donc il va falloir m'expliquer. C'est pas possible autrement. Comment tu organises des manifestations pendant 7 mois, tous les jours, avec des gens qui n'ont pas d'argent, qui te disent on ne travaille pas. Pendant 7 mois, un tarak في terrain ou يعني tout ça, ça a pris un sens après pour moi. Nasser Zbzafi هو باري attention. Nasser Zbzafi باري من هادشي ولكن la seule يعني le truc سي ناصر الزبزافي بريء من الدعم الجزائري بطريقه مباشره ولكن هو اللي كان كيقول الناس خرجوا ومادام انت كتخرج الناس وكتلقى واحد لا لوجيستيك مخلصه من برا راه اوتوماتيكمون تو تروف كوبابل تا كومبري ou pas خويا شوقي Non, j'ai très bien compris. On a j'analyse une chose, c'est que c'est la bêtise d'avoir le soutien lican en 2018-2019, donc on a dormi le côté taouana, c'est qu'ils le faisaient de façon machi directe, mais dans le cas, ils ont, en quelque sorte, ils vous ont rendu service parce que خرجوا directement, ou là où ils يجيبوا هذوك الناس يدخلوهم الجزائر, ou là où يفتحوا مكتب, ou là, le soutien, il n'est plus, ماشي بهذيك la façon. Et, allez, قلت لك, d'ailleurs, ça prouve la différence dans les méthodes, parce que le chef des services des renseignements, il a changé après 2019. J'ai un nouveau groupe, c'est pas l'ancien groupe Likan depuis les années 90. Donc c'est vraiment, c'est la méthode, elle est tellement bête, à partir de 2023-2024, qu'ils vous ont en quelque sorte, ils étaient égarés. Donc vraiment, il faut être, il se ferait jamais prendre la méthode, donc que tu fais ça en souterrain, à la gauche en France, qui m'a dit Mamati de Pano et compagnie. Peut-être ça peut passer, mais la méthode dite à 2023-2024, elle a en quelque sorte tout cassé. Tu m'as justement les semblables d'Al-Ghaddiwi et compagnie, donc c'est tout à fait normal. Non, c'est très intéressant, vraiment. لا بقات غير الشياطه بقات غير داك الشياطه هذوك السعايين هذوك الناس اللي كيسعاو الشياطه هذوك القماره ديال لي كافي هذوك اللعابه ديال البي ام يو هذوك اللعابه ديال اللوطو يعني بقاو غير هذوك الناس اللي ما عندهم والو عاش ما كسبت ما خلا لقاو في الجزائر اون سورس دو ريفونو كياخذوا الرزق ديالهم يعني مره كيمشيو للجزائر مره كيمشيو ليه كتخلص لهم كلشي خالص الحمد لله مره دابا هذه اسنواس هذه غير هاد الناس اللي مشاو لنيويورك فوقاش في حياتهم ما يمشيو لنيويورك ايش من شكون اللي غادي يديهم لنيويورك الا ما دتهمش الجزائر. Non, ça c'est pour ça le témoignage il est très ça permet vraiment de comprendre à la fois le régime كيفاش il agit ou les différences parce qu'on croit que c'est la même chose c'est que les méthodes ont changé à travers le récit on comprend beaucoup de choses d'ailleurs quand je fais les commentaires il y en a par exemple même Wahda elle a dit هذا وين فهمت المشكل mais maintenant dans le cas j'ai vraiment dans le cas compris pas mal de choses sur le vraiment c'est intéressant très intéressant le témoignage. Là, j'ai simplement survolé parce que rentrer dans le détail, il y a des choses encore beaucoup plus choquantes à Khouya Chouqi parce que tu peux pas raconter comme ça, 2016, 17, 18, 19, 20, 5 ans, tu peux pas les raconter comme ça en 30 minutes. Oui, mais les grandes lignes, les groupes qui sont مع الحراك تاع الريف وهذو les petits groupes اللي déjà qui sont deux qui sont séparés تسمى الناس اللي مع الانفصال mais qui refusaient العلاقات مع النظام ويستعملهم النظام et l'autre partie اللي دركا اللي بقاو دونك هادو فريمون الجماعه تاع الغديوي كومباني يعني تفهم ديجا لا كونستركسيون تاعهم باللي سور كوا il est basé تما et pour moi ça prouve aussi باللي c'est un projet qui n'a aucun avenir. دونك فوالا خويا شوقي المهم نتمنى نديروا واحد الموضوع اخر الى باسكو انا الميساج ماشي للمغاربه الميساج للجزائريين يفو كي كومبرين يعني علاش بوركوا باغ اكزومبل بارفوا يعني كيجيو كيقولوا علاش تهضروا علينا برك
لان ما انتم كتدخلوا في الشؤون الداخليه ديالنا، حنايا ما دخلناش في الشؤون الداخليه ديالكم. يعني ملي كتجي كتقول راه الزفزافي في الحبس، ولكن راه شنو هو السبب ديال الزفزافي في الحبس؟ راه السبب ديال النظام الجزائري. moi je suis convaincu à 2000 à 3000 à 4000 à 1 milliard de pourcents راه السبب ديالو هو النظام الجزائري. حشيتوها النظام الجزائري اللي حشاها. C'est ça la manipulation de toute façon, il se fait pas, mais c'est pas la personne qui forcément كيما نتايا قلتها بعد انت. Ce qui est bien c'est que tu assumes le fait باللي tu étais pris dans la chose sans comprendre et c'est tout à fait normal. كي تكون رانا نهضروا على c'est des services de renseignement, c'est des budgets, c'est des gens les réseaux تاع le régime algérien surtout en France. D'ailleurs c'est un sujet qui est posé aujourd'hui Othman largement. Le rôle تاع les services de renseignement يوصلوا يخطفوا بنادم sur le sol français. C'est avec justement des réseaux. Donc, aussi pour influer à le côté ou le côté le soutien le policier. D'ailleurs, on retrouve toujours l'extrême gauche, Mathilde Panot et compagnie, le soutien le policier. C'est en France, en tout cas, ils sont toujours là. Il y a toujours l'extrême de gauche, régime algérien extrême gauche sur le sol français, tu vas toujours trouver sur la même ligne. Donc c'est pour ça c'est très intéressant ce que tu dis. Non mais c'est très intéressant dans le sens où aujourd'hui, moi je suis pour éveiller aussi un petit peu toutes ces personnes qui sont pris dans des mouvements comme ça sans en connaître le but. C'est pour ça que في الوقت ديال Gen Z par exemple, يعني اشنو هو كان المهم ديالي؟ باسكو انا من بين الاولين اللي خرجت يعني ضد هذاك المومون تاع جين زيد. بوركوا؟ ما عرفناش شكون اللي كينظم، ما عرفناش شكون اللي كيمول، ما عرفناش شكون اللي كيحرض. ابارتير دو مومون ما عندكش يعني لي تونون لي زابوتيسون اوتوماتيكمون يعني انا في راسي يعني كنفكر مانيبيولاسيون. جي ايتي مانيبيولي. دونك اوتوماتيكمون ملي كيكون واحد الموفمون بحال هذاك الموفمون، انا ما عمرني باغ اكزومبل نخرج ضد الاساتذه اللي كيخرجوا على الحقوق ديالهم في المغرب، ضد الاطباء، ضد النقابات، ضد يعني واحد المجموعه معينه في المغرب اللي كيطلبوا بالحقوق ديالهم. ماشي ضدهم، بيان او كونتخير كيطلبوا الحقوق ديالهم، انا معاهم، انا مع الحقوق ديال اي مغربي كيخرج للشارع من اجل حقه. ولكن اين كونديسيون خصني نعرف شكون. مادام جو سي با ها الاستاذ ديالي انا نعارض باسكو انا مع الوحده الطرق. انا ما بغيتش يعني شي جهه معينه تجي ودير لا مانيبيولاسيون في بلادي. تا كومبري او با؟ انا مع يعني اي يعني اي مغربي اللي اليوم خارج كمغربي من حقه يخرج من اجل الحقوق ديالو انا معاه. ولكن اي واحد كيخرج كيقول لك بان ما حنايا خارجين ما عرفناش بنادم ما عارف شكون اللي خرجوا معاه من خرجوا فوقاش خرجوا، سي تو افي نورمال. De toute façon, même le mouvement, ça regroupe toutes les problématiques. L'âge, c'est un mouvement très jeune, d'ailleurs qui est basé sur l'IDAD, que ce soit même ailleurs. Manipulé par un serveur, Akhouya Chouki. C'est même pas une question d'âge, c'est le serveur qui me dérange. Et où c'est vraiment sur les réseaux. La guerre qui a, même les services de renseignement, ils jouent beaucoup sur ça, sur les Doubab et compagnie. D'ailleurs, Amir, il a parlé dernièrement القضيه هذيك تاع لي موش الكترونيك تما وين مدايرين فريمون اون سيلول في لا بريزيدونس. دونك انا تفهم باللي يا دي زونجو تما تاعنا كيلعبوا. دايوغ سي توجور لي او ماروك. دونك يا فورسيمون اون مانيبيولاسيون ديغيير تحب ولا تكره. هذه يا ريان ا دير لا تشو. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, Akhouya Chouki. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous sur ce live, Akhouya Chouki. C'est moi qui te remercie aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de partager avec toi parce que... J'ai profité, parce que vraiment, c'était...